مساكم الله بالخير وجمعة طيبة على الجميع. من القهر اللي فينا حتى الحلاق ما صرنا. البارحة الكل شاف شو صار، وهذه مهزلة مستمرة من فترة طويلة. حد بيقول لي الاتحاد الحالي وحد بيقول لي الاتحاد السابق، ترى كلهم في خيط واحد. اللي يقول لي بعد والله حسابات وما حسابات، انا اقول خل حساباتك حق عمرك وودرنا من هالتطبيل هذا. عندي انا المنتخب رسميا طلع، ما اعتقد ان في امل حتى. طبعا اللي يتحمل هذا الخروج اول شيء الاتحاد السابق، ثاني شيء الاتحاد الحالي، ثالث شيء المدرب، وبعد المدرب طبعا يجون اللاعبين، ومن بعد اللاعبين ما شاء الله على اعلامنا، خلوها على الله. اعلامنا فالحين في شيء واحد، اذا فاز المنتخب مباراة واحدة قالوا هذا هو المدرب ولا تتكلمون ومدرب وطني، ويوم يخسر المنتخب شو قالوا؟ قالوا والله اللي سواه مهدي ما حد سواه. انا اعطيكم شو سواه. انا ردي على كلمة اللي سواه مهدي ما حد سواه. بنشوف شو سوى مهدي. عطني انجازات مهدي مع المنتخب الاول. خل منتخبات المراحل السنية اللي ما حد درابها. خذ ثالث اسيا، بتقولوا لي ما حد سواها؟ لا، في سنة 96 كنا ثاني اسيا مش ثالث، هذه وحدة. بطل خليجي 21، ترانا احنا بعد بطل خليجي 18 قبل 21، وهاي الثانية. ماخذ ثالث الخليج، ترى قبل كنا ناخذ الثاني والثالث والامور طيبة ولا حد درابكم، وهاي الثالثة. راح للتصنيف، وصلنا لتصنيف شيء و40، ترانا في 96 وصلنا لتصريف 42، هاي الرابعة. وشو الفرق اللي قاعد يلعب وياها مهدي؟ بيلعب ويا بنغلاديش ويلعب لي تعال كبار اسيا شو سويت وياهم انت؟ بنخليها على الله. كم بنسرد وبنسرد. وبعدين يا جماعة الخير، قلت كلمة وفي اغلب الاذاعات تكلمت، من بعد اسيا كان المفروض نكرمه ونقول له مع السلامة، لان مع مهدي ما راح نصعد كاس العالم. مدرب خلاص وصل لمرحلة ما عنده يطور. انت محتاج لمدرب متخصص للصعود لكاس العالم ومصنف، مثل مدرب منتخب السعودية مارفك، عرف شو يبغي من التصفيات. مع ان مارفك ويا منتخب السعودية بدأوا بداية سيئة، لكن شوف اليوم وين، متصدر المجموعة. ليش المكابرة يا اتحاد الكرة؟ ليه متى بنجلس نكابر؟ دعمناه بما هي فيه الكفاية خلاص. وانتو يا اعلاميين، رسالتي للاعلاميين، تكلموا بحق في يوم من الايام، بسكم تطبيل. اعلامنا قاعد يطبل وهذا المدرب الوطني وهذا المدرب الوطني. سيروا شوفوا المدربين الوطنيين في المراحل السنية ايش يسوون. الله سبحانه وتعالى رزق مهدي بجيل يعرف فنيات الكرة كيف، ويعرف كيف يفوز. نتكلم في هذاك الوقت اللي هو الشباب والاولمبي، وصلوا المنتخب الاول، السلام عليكم. المنتخب الاول محتاج مدرب متمرس فوق، مو في المراحل. واللاعبين طبعا رواتب خيالية، واهتمامه في النادي اكثر عن المنتخب. تحصله بارز في النادي ومكيف في النادي، وفي المنتخب سيكل. اللي لعبوا من خاطر البارحة 4 ما غيرهم، 4 من 11 نفر. أحمد برمان اللي يلعب أول مباراة له في المنتخب وأول انضمام ويلعب كأساسي وبهذه القتالية، أحييه. إسماعيل الحمادي اللي انتقدناه في الأهلي، يا أخي لعبه غير في المنتخب، هذا روح عنده ما عند غيره. أنا لاعبي المفضل بغض النظر أنه كان يلعب في العين، محمد عبد الرحمن، هذا لاعب استثنائي بصراحة. بعد نزول محمد عبد الرحمن شفنا حيوية في الوسط، وهذا اللي كنت محتاج انه يا مهدي. ما ياس تلعب لي باثنين ارتكاز دفاع، انت كنت محتاج لاعب يحرك لك شوي قدام، يساعد عمر عبد الرحمن، ما يخلي التركيز عليه.
مهاجم دورينا علي مبخوت، هالاحتكاك مال يهال وادرع عنك. نبغي نشوف منك قتالية مثل قتاليتك في الجزيرة يا أخي، إنسان ثاني اللي في المنتخب صراحة. فاللعيبة ما شاء الله، شو بنقول، تعبنا خلاص والله تعبنا. الرسالة موجهة لاتحاد الكرة ومهدي واللعيبة والإعلام خاصة، نتمنى نشوف منكم كلام. الأمل وراح. شو بنسوي في المباريات الجاية؟ حفظ ماي الوجه مثل ما يقولون. من قهر فيني طولت عليكم، اسمحوا لي، نشوفكم وقت ثاني، مع السلامة.